أعوذ بالله السلام من عليكم ورحمة الشيطان الله. ازيكم يا الرجيم. حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب. ينعاد علينا وعليكم الأيام بالصحة والسلامة والستر والنعمة من الله سبحانه وتعالى. طبعا خلاص رمضان على الأبواب. لحقت نفسي بقى على آخر لحظة، آخر واحدة على اليوتيوب تعمل تفريزات بكيلو لحمة. عملت كل اللي انتوا شايفينه ده، 6 أكلات من كيلو لحمة. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. آه مليت الفريزر بتاعي خير ربنا، الحمد لله اللهم لك الحمد. من كيلو لحمة بس طلعت الكمية اللي انتوا شايفينها دي. لو أول مرة تشوفوني، أنا هدير ودي قناتي، يا ريت تشتركوا وتنوروني. اتمنى الفيديو يعجبكم باذن الله، ويلا بينا نشوف عملنا الحاجات الجميله دي ازاي. اول حاجه عندي كيلو لحمه. انا جبت كيلو لحمه صافي احمر صافي، واشتريت كمان عليه ربع دهن، ربع كيلو دهن. تمام، يعني بقى عندي كده التوتال كيلو وربع. تمام كده. نبتدي بقى ايه، هنعمل منه 3 وصفات، وكل وصفة هتكفينا اكل مرتين. تمام. بس اول حاجة جبت طاسة كده، حطيتها على النار وحطيت حتة سمنة كده كويسة. تمام. بعدين نزلت ايه بتلت اللحمة بتاعتي. هقسم اللحمة بتاعتي على 3 أكلات، وكل أكلة تاخد التلت. تمام كده. طبعا ده الجوكر اللي انا بعملها دي. طبعا تعصيجة اللحمة هي الجوكر وبطلة الفيديو، لان طبعا مفيش حد بيستغنى عن اللحمة المعصجة ابدا. تمام. يا دوبك حطيت اللحمة لونها اتغير، بعدين نزلت عليها بالبصل المفروم. انا فرمت كده شوية بصل محترمين في الكبة. الحمد لله اللهم لك الحمد، ربنا رزقني وجبت الكبة بعد لما الكبة بتاعتي كانت بايظة، قعدت يعني حوالي سنتين مثلا بايظة. تمام. وكان الموتور، يعني الموتور بتاعها اتحرق وكده، فوديتها عند حد قال لي لا ما ينفعش تتصلح وكده، عايزه موتور وكده. طبعا مش هتبقى ايه حلوة وكده زي القطع الغيار اصلية، لان دي مش اصلية، قطع غيار يعني مش اصلية ولا حاجة. تمام. تعالوا نشوف البهارات بتاعتنا الاول. حطيت فلفل اسود وبابريكا و7 بهارات وكزبرة، معلقة صغيرة من كل حاجة، واقلب كده اللحمة بتاعتي. هو تحسوا ان كان لونها ابيض شوية. مش عارفة بقى المشكلة في الكاميرا، يعني هي الالوان مش مظبوطة خالص في الكاميرا. تمام. نحط بقى ايه معلقتين كده من الصلصة، يلا 3، يلا ان شاء الله عن ما حد حوش. حطيت بقى ايه معلقتين صغننين خالص، يعني يعتبر معلقة سكر عشان نعادل ايه صلصة القوطة دي او صلصة الطماطم. نقلب بقى كده كويس قوي. انا لسه لحد دلوقتي ما حطيتش ملح، بحب احط الملح للحمة يعني قبل ما اقفل عليها كده بشوية، بروح حاطه لها الملح. تمام. بس ما شاء الله بدأت تبان بقى، بدأت ملامحها تبان. نحط بقى ايه نص كوباية مية كده عشان تستوي براحتها. هنا بقى ايه كانت شربت اهي المية بتاعتها. بعدين حطيت لها بقى ايه نص معلقة ملح. نحط بقى ايه قرنين فلفل كده، قرن اللي هو الفلفل الرومي العادي، وقرن فلفل حامي الحراق يعني. بس محمد بقى بيعشق الفلفل الحراق، بحب الاكل السبايسي جدا يعني. تاني بقى وصفة هنعملها النهاردة،
وهي خلطة الحواوشي. حبيت ان انا رمضان ده اجهز كده ايه خلطة الحواوشي واشيلها في الفريزر، بحيث ان انا ايه اطلعها تفك واحطها في العيش على طول واسويه، يعني متاخدش ان شاء الله معايا وقت. قطعت قرنين فلفل، قرن برضو حامي وقرن رومي، وقطعت قطايه بشكل عشوائي. هفرم الحاجات دي ايه في الكبه مع البصل، تمام كده. بس كده بقى كنت فرمت ايه الخضار، وهدي بقى ايه للحمه بتاعتي وش تاني. هو الجزار فرمها لي وش واحد، فانا ايه هعيد عليها تاني. عايزاها تبقى انعم من كده شويه، بس انا ما اتكتش برضو عليها في الكبه قوي، يعني فرمتها حاجه بسيطه. تمام. نحط بقى اللحمه كده في الطبق، ونحط بقى الخضار اللي احنا ايه فرمناه ده في الكبه، القوطه والبصل والفلفل. هشوف سيلي يا جماعه وارجع لكم تاني. تعالوا بقى نشوف ايه البهارات اللي انا حطيتها على الحواوشي، وهي ملح وفلفل اسود و7 بهارات، وتقريبا حطيت كزبرة تقريبا كده. لو عندك بهارات حواوشي حطي، بس انا مكانش عندي ومعرفتش هنزل وكده، فعادي يعني مش هوقف ايه نفسي على حاجة. تمام. اقلب بقى ايه كل المكونات دي كده ايه مع بعض كده كويس جدا. شوفوا ما شاء الله الكمية بقت حلوة ازاي. هو طبعا يعني معروف ان الحواوشي بيحب البصل كتير وفلفل وقوطة. في ناس بتعمله من غير قوطة، وفي ناس لا، يعني انا بحبه بقوطة بصراحة. بس وبعدين بقى جبت بقى ايه الاطباق الفل دي زي ما انتوا شايفين، وبدأت ان انا افتح الكيس اللي هو اكياس التلاجة العادية دي، افتحها كده بحيث ان ايه يبقى تحت اللحمة في طبقة من الكيس ده يبقى عازل، يعني بين ايه اللحمة وبين طبق الفل، عشان انا مش عايزة اللحمة يعني او الخلطة بتاعتي تبقى مباشرة كده لمسة الطبق مباشرة. تمام. بدأت ان انا كده ايه اقسم الكمية زي ما انتوا شايفين كده معايا. طبعا انا بقى عملت كده ومبسوطة جدا جدا. اي نعم انا تعبت، قعدت 3 او 4 ساعات بسبب ان انا بعمل شوية وشوف سيليا شوية، شوف حسن شوية كده يعني. تمام. ما بعملش الحاجات دي ما عملتهاش متواصل ورا بعض ورا بعض. تمام. اي نعم تعبت زي ما بقولكوا، لكن مبسوطة جدا جدا من النتيجة. اللهم لك الحمد. مبسوطة اني في رمضان يوم مثلا راحت عليا نومة مع العيال. انا صاحبة عيال يا جماعة، يعني ممكن ومش ممكن ده وارد جدا انه يحصل ان نومي متلخبط بسبب النونة اللي معايا، او صاحية مثلا مستعجلة، عايزة اعمل اي اكلة سريعة كده. تمام. بصوا بقى تعالوا نعمل تالت وصفة، وهي كفتة البطاطس. تمام. تالت يعني اخر كمية بقى متبقية معايا من اللحمة. زي ما انتوا شايفين كده حطيت بصل مفروم برضو. تمام. وحطيت ما يعادل بطاطسية كده ونص. تمام. من البطاطس المسلوقة ومهروسة. وحطيت معلقتين دقيق عشان تربط كده ايه الكفتة وتبقى قوامها متماسك شوية معايا. تمام. وبعدين حطيت بيضة. انا الكفتة دي جربتها قبل كده وطلعت حلوة جدا جدا جدا، فبصراحة قلت لا ان شاء الله هعملها تاني. التوابل بتاعتي ايه ملح وفلفل اسود وكزبرة و7 بهارات، بس ما حطيتش حاجة تاني. برضو ما كانش عندي بهارات كفتة، برضو مش هعطل نفسي ايه على حاجة واوقف نفسي على حاجة، فمشيت يعني نفسي باللي عندي والحمد لله. طبعا انا نسيت احط ايه مع التوابل والحاجات دي اللي انا حطيتها، نسيت احط ايه معلقة بيكنج باودر. فانا هحط دلوقتي بعد ما اقلب كده هفتكر بقى ايه البيكنج باودر او احط معلقة بيكنج باودر. ما تنسيش ان انتي تحطي البيكنج باودر علشان الدقيق اللي احنا حاطينه، عشان الكفتة ما تبقاش مكتومة كده
تبقى حلوة كده وهشة شوية. تمام. عايزة اقولكوا الكفتة دي حلوة جدا جدا جدا، انا عملتها قبل كده حلوة جدا ما شاء الله. ومن ربع كيلو يعتبر لحمة. هنعمل مع بعض دلوقتي كمية حلوة جدا هتكفينا مرتين ان شاء الله. هو كل اساسا وصفة من الوصفات اللي انا عملتها دي معاكم، كل حاجة منهم عملتها على مرتين. يعني الكفتة عملتها على مرتين، واللحمة المعصجة برضو نفس الكلام. هوريكم كل حاجة برضو ايه في الاخر. تمام. بدأت بقى ايه اقلب بقى المكونات كده كويس جدا مع بعضها، عشان كل حاجة ايه تدخل كده في بعضها وتاخد من طعم بعض. بس وماما بقى ربنا يبارك لها يا رب ويجازيها خير يا رب، هي اللي ايه اللي صبعت لي الكفتة. تمام. طبعا دي كفتة البطاطس او اسمها كفتة البانيه زي ما انتوا عايزين، ليها كذا اسم. وفي ناس برضو بتعملها صوابع، بدل ان انت تعمليها شبه البرجر كده، ناس بتعملها صوابع وبرضو تتقلي في الزيت، بتبقى حلوة جدا. ان شاء الله باذن الله هنبقى نعمل الحاجات دي اللي انا عملتها معاكم، هنعملها في فطار رمضان ان شاء الله باذن الله. بس ودي كمية بقى اللي عملناها مع بعض ما شاء الله. من ربع كيلو اللحمة عملت 12 12 لا 22 قطعة كفتة. تمام. وعملت طبقين لحمة معصجة، هما طبقين محترمين كده. وعملت كمان طبقين ايه من خلطة الحواوشي عشان محمد يبقى في يوم كده جاي من الشغل. وبهات بقى يا محمد ايه عيش صابح عشان ايه تنساش بقى ان انت تجيب عيش صابح كده عشان الحواوشي. تمام. ربنا يسعدكم ويفرحكم ويملى بيتكم بالسعادة والحب والأمان والطمأنينة. يبارك لكم يا رب في أولادكم وفي صحتكم ويبعد عنكم المرض. عملنا بقى بالكيلو اللحمة 6 أكلات. تمام. بس انا طبعا لحقت نفسي ايه على اخر لحظة، عشان ما كانش عندي بيني وبينكم كده ما كانش عندي مكان في الفريزر بتاعي صغنن بتاع التلاجة. فعلى ما فضيت كده منه شوية حاجات عرفت ان انا ايه اعمل الحاجات دي. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.